السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول لما بتفوق وينزداي بعد ما دخلت المكتبة بتلاقي ايديها مربوطة وبتكون واقفة وسط مجموعة من الأفراد الملثمين، وطبعا من ذكاء وينزداي بتعرف إن دول أصدقائها ومن بينهم زميلتها بيانكا، خصوصا إنها لقت القناع ده مستخبي في أوضة إكزافير. وبسرعة بنعرف إن المكان ده بيتجمع فيه مجموعة نايت شايد، وساعتها ما يعرفوش هيتصرفوا إزاي مع وينزداي لأن المكان ده ما بيخشوش غير أعضاء المجموعة فقط. وساعتها بيقترح عليهم إكزافير إنها تلقي القسم عشان تبقى من المجموعة، خصوصا إن والدتها كانت عضوة قديمة في المجموعة. بس وينزداي بترفض فكرة الانضمام أساسا، وتكون كمان فك إيديها بقالها فترة، وتقرر ساعتها إنها تسيبهم وتطلع بره المكتبة. بعدها بترجع أوضتها بعد لما خدت الكتاب اللي كانت عايزاه واللي لقيته في المكتبة. ساعتها بيدور في بالها أسئلة كتير خصوص الصورة اللي لقيتها في الكتاب ده وكانت صورتها موجودة فيه. وفي تاني يوم بتقرر مديرتهم إنهم يقوموا برحلة لمدينة جيريكو، وكل مجموعة من الطلبة هتكون مسؤولة عن نشاط معين في المدينة، وبيكون النشاط اللي جه لإنت زميلتها في عالم الحجاج. أما وينزداي فبتكون بكومة يوريا، وده بيكون مكان للتحف القديمة. ساعتها بتتمنى إند إنها تكون هي وحبيبها إيجاكس في نفس النشاط. وبينتقل بعدها كل الطلبة لمدينة جيريكو. بتتكلم وينزداي زميلها إكزافير وبتسأله على صديقه روان، وهو لو كلمه بعد لما مشي من المدرسة ولا لأ. وفعلا بيطلع كلمه أكتر من مرة بس ما بيردش عليه. وبتوري لوينزداي الصورة اللي موجودة في الكتاب معاها، وبيقول لها إن الكتاب ده كان مع روان صديقه قبل ما يمشي. وبيسألها إن حاجة غريبة إنك موجودة في الصورة رغم إنها مرسومة من 30 سنة. وبيقول لها كمان ليه كراكستون موجود في الصورة. وبيطلع إن هو الشخص المؤسس لمدينة جيريكو اللي بيخصصوا له يوم من كل سنة عشان يحتفلوا بيه. وبعدها بيوصل عمدة المدينة ويبتدي إنه يرحب بكل طلاب مدرسة نيفرمور، وبعدها بيتحرك كل الطلبة عشان يمارسوا النشاطات بتاعتهم. وساعتها بتطلب وينزداي من إند إنهم يبدلوا النشاطات بتاعتهم، وساعتها بتوافق إند لأن صديقها إيجاكس في نفس النشاط. وبتوصل وينزداي لعالم الحجاج. ده مكان عبارة عن مستعمرة لمدينة جيريكو من آلاف السنين، ده المكان اللي كان عايش فيه كراكستون. وبتبتدي وينزداي تسأل على المكان اللي موجود فيه أغراض جوزيف كريستون. ولما بتقرر تروح للمكان اللي موجود فيه أدواته بتتفاجئ إن المكان مقفول وبيتجددوه. بتديهم ساعتها المرشدة يونيفورم عشان يلبسوه، وبتلبس وينزداي اليونيفورم بتاعها. بتبتدي النشاط اللي كانوا بيمارسوه الحجاج القدامى. لما بتكون وينزداي في المستعمرة بتقابل نفس الشباب اللي كانوا بيتعرضوا لها قبل كده، بس المرة دي بيحاولوا يعتدوا على زميلها، لكن وينزداي ما بتقفش ساكتة وبتضرب واحد من الشباب دول، وكمان بتثبته في المقصلة اللي كانت موجودة. ووقتها أصحابه بيقرروا إنهم ما يختلفوش مع وينزداي ويسيبوها ويمشوا. وبتبدأ وينزداي تنظف صديقها اللي أنقذته لأنه في الحقيقة كان بيفكرها دايما بأخوها، وبتقوله إنه يجي معاها عشان هيقتحموا دار الاجتماعات. وبتاخد منه التقويم بتاعه عشان تفتح بيه القفل، وبيفضل هو بره عشان يراقب المكان. وبتبتدي تدور هي وصديقها سينج عن اي حاجة غريبة موجودة في المكان، وساعتها بينبهها سينج. واول لما بتبص بتلاقي صورة راجعة لعام 1625، وبيكون موجود فيها البنت اللي دايما بتجيلها في الرؤية، واللي طبعا تشبهها بشكل كبير. وبتكون شايلة الكتاب اللي بتدور عليه وينزداي، وفعلا بتلاقي الكتاب موجود في المكان. اول لما بتفتحه وتبص عليه بتلاقي كل صحفه بيضة. الكتاب ده بيكون مزيف مش أصلي. وساعتها بتدخل عليها المرشدة المسؤولة عن الرحلة وبتقول لها إنك ما ينفعش تكوني موجودة في المكان ده، وطبعا هي نبهتها قبل كده. وبتقول لها إن الكتاب اللي انت شايلاه ده مش الأصلي، وإن الكتاب الأصلي اتسرق من شهر تقريبا. وفي نفس الوقت بتكون إند موجودة مع صديقها إيجاكس في معرض التحف، وبتتفق معاه ساعتها إنهم يتقابلوا الليلة في المدينة. وبتروح وينزداي للمحل اللي شغال فيه تيلر، وبتقابل زميلها إكزافير. ووقتها بيقول لها إن تيلر هيسبب ليها المشاكل الكتير. أول لما بيوصل بتعرض عليه خريطة، وبتطلب منه إنه يقول لها على مكان دار الاجتماعات القديم. فبيقول لها عن المكان، والمكان ده موجود في الغابة، والمكان ده خطر ومش موجود فيه غير حاجات مهدومة. وبعدها بتسيبهم وينزداي وتروح للمكان ده، ولما بتدخل بترمي شنطتها على الأرض. بيخرج منها ثينج. بيظهر وقتها واحد من المشردين وبيعترض طريق وينزداي. بيقول لها لازم تسيب المكان وتمشي. وساعتها ثينج بيطلع عليه وبيشده من المكان ويخنقه. وبيرجع تاني لوينزداي وبيطلب منها انها تلمس الاشياء عشان يجيلها رؤية وتعرف بالظبط ايه اللي حصل في المكان ده قبل كده. وساعتها بتلمس اكتر من مكان وما بيجيلهاش رؤية. ولما بتقرر انها تخرج بره وتمسك البوابة مرة تانية بيجيلها الرؤية. وبتنتقل لعام 1625 لما بتلاقي اهل المدينة كلهم متجمعين على البنت اللي بتجيلها في الرؤية، وكلهم عايزين يولعوا فيها وبيتهموها انها ساحرة، ومن ضمنهم مؤسس المدينة كراكستون. وبيبان ساعتها ان البنت دي من عيلة ادمز وهي نفس عيلة وينزداي. وبيقول لها انه اتحكم عليها انهم يولعوا فيها. ووقتها بترد عليه وبتقول له انت اللي لازم يعدموك. وبتهجم عليه بالسكينة وبتعوره في وشه. وبياخدوها بسرعة لدار الاجتماعات اللي كان موجود فيه اغلب افراد عيلتها وكمان اهالي القرية بتاعتها.
وبيقفلوا عليهم الباب وبيولعوا في دار الاجتماعات كلها وهم محبوسين جواها. واول لما بتشوف انهم ولعوا النار بتحاول تنقذ اهلها ومن ضمنهم امها، بس بتنصحها ساعتها انها لازم تهرب من المكان قبل ما يولع كله. وفعلا بتتحرك بسرعة لممر سري موجود في القاعة، وساعتها بتكون وينزداي بتشوف كل اللي بيحصل ده، بس بتتفاجئ ساعتها ان كراكستون واقف وراها وبيقول لها مفيش مكان للهرب. بس بتفوق وينزداي وبتلاقي نفسها موجودة في نفس المكان، ولما بتقوم وتبص على الباب اللي موجود في دار الاجتماعات بتتفاجئ ان الوحش بيبص عليها وبيحاول يهاجمها، بس وينزداي ما بتقفش وبتهرب من المكان. بتلاحظ ان اثار الوحش موجودة على الارض، بس فجأة بتتحول الاثار دي لرجلين بشرية، وده معناه ان الوحش بشري. يدخل عليها صديقها اكزافير، بتشك وينزداي فيه وبتقوله انت بتعمل ايه هنا، وكمان بتقوله ان اكيد الوحش ده بشري وبيتحول. ولما بتلف عشان توريله الاثار اللي شافتها بتلاقي ان سقوط المطر اخفى المنظر ده. وكمان بتبدا وينزداي تحكي له عن كل اللي شافته في الرؤى بتاعتها، ان كراكستون متورط في حرق كل سكان القريه، بس اكزافير ساعتها ما بيكونش مصدقها. وبعدها بترجع وينزداي للمكان اللي هيحتفلوا بيه في المدينه اللي موجود فيه تمثال كراكستون، وبتكون متفقه مع ثينج ساعتها انهم يولعوا في التمثال. وبتقرر ساعتها وينزداي انها تشارك في الحفل ده وفي الموسيقى. أول لما بيتجمع الطلبة وسكان المدينة المحليين بتدي وينزداي إشارة لثينج إنه يولع في التمثال. فعلا بتفضل الشرارة ماشية لغاية لما بتوصل في التمثال اللي بيتفجر بشكل كامل، وبيهرب كل اللي موجودين في المكان ما عدا وينزداي اللي بتستمر في العزف بتاعها. ساعتها بتاخد بالها المديرة ويمز من المنظر ده. لما بيرجعوا لنيفرمور بتبدأ تلوم وينزداي على اللي عملته، إنها كانت متأكدة إنها السبب في اللي حصل، بس وينزداي بتصمم إنها ملهاش يد في الموضوع ده، لأن في الحقيقة كل اللي عمل كده بيكون صديقها ثينج. وساعتها بتقنعها المديرة إن لازم تبقى في علاقة سلام بين العاديين والمنبوذين. بس وينزداي بتكون مقتنعة إن مفيش أي حاجة اتغيرت من 400 سنة، وإن السكان المحليين لسه بيكرهوهم. بس ويمز ساعتها بتأمرها بالانصراف. وبعدها بننتقل للراجل المشرد اللي اتعرض طريق وينزداي. ساعتها كان موجود معاه الكاميرا اللي سرقها من معرض التحف، وللأسف بيهجم عليه الوحش ويقتله. تبدأ الكاميرا إنها تصور صور كتير بشكل عشوائي، وفي نفس الوقت بتكون إنت بتجهز عشان تقابل صديقها جاكس في الميعاد والمكان اللي اتفقوا عليه. وفي نفس الوقت بتوصل المدرسة سورت هيل الممر السري لمجموعة نايت شايلد، وبتكون عارفة سر الدخول ليه. ولما بيكون ايجاكس بيجهز عشان يقابل زميلته إيند بيغطي المراية بالفوطة اللي موجودة في الحمام، بس للأسف بتتزحلق الفوطة من على المراية وبتنعكس صورته في المراية، وده سبب إنه يتحجر ومبيقدرش يقابل زميلته إيند لأنه شاف انعكاسه في المراية وهيتفك بعد شوية. بتتعصب إيند إنها فكرت إن صديقها مهتمش بيها وما افتكرش معاه. نتفاجئ إن إكزافير بيخرج من مخزن سري وبيقفل بابه، وبيكون موجود على رقبته مجموعة جروح خطيرة، وكمان بيكون المأمور وصل للمكان اللي اتقتل فيه المشرد وابتدى انه يفحص الصور اللي في الحقيقة كانت مجموعة صور للوحش اللي هاجمه وهو بيعتدي عليه. بعدها بننتقل للمستشفى اللي موجودة في مدينة جيريكو واللي بيتسلل ليها ثينج، وبيحط البانة على الكاميرا لمنع الرؤية، وبيفتح بعدها الباب لوينزداي عشان تقدر تدخل. بتدخل ساعتها للمشرحة وبتحاول توصل كل الجثث اللي بيقتلها الوحش. بتفتح التلاجة اللي موجود فيها جثة الراجل المشرد، وبتبدأ إنها تكتشف كل الجروح اللي موجودة في جسمه، ومن ضمنها إن رجليه الشمال ما بتكونش موجودة. ساعتها بيجيلها سينج وبينبهها إن في حد داخل المكان، وبيكون اللي داخل المأمور والطبيب الشرعي المسؤول، واللي بيأكد ليه إن كل الجرايم اللي شافها خلال الفترة دي ما شافهاش طول عمره، وإنه قبل ما يكتب تقريره حابب يوريه حاجة، هي إن القاتل قطع صباعين من الرجل اليسرى، وإن القاتل أكيد استخدم المنشار عشان يقطعه. هو مستني التقرير عشان يأكد كده. بعد لما بيمشي المأمور بيلاحظ الدكتور إن واحد من التلاجات بابه مفتوح، ولما بيطلع الجثة اللي موجودة جواه بنتفاجئ إنها وينزداي، طبعا ما بيكونش عارفها. ولما بيجس نبضها بيلاقي مش موجود نبض، وبيدخلها تاني وبيسيب المكان ويمشي. وبعدها بيخرج ثينج من المكان اللي مستخبي فيه وبيفتح لوينزداي اللي بتكون عايزة تقعد شوية كمان في التلاجة لأن ده بيسبب لها الاسترخاء. ولما بترجع وينزداي وبتبدأ تعرض كل أطراف القضية بتلاقي إن كل جثة تم قطع عضو معين من جسمها. لما بتكون وينزداي في محاضرة النباتات للمدرسة سورت هيل بتاخد بالها من الجروح الخطيرة اللي موجودة على رقبة إكزافير، بس بتبين إنها ما خدتش بالها. ده ساعتها بيكون سبب إنها تراقبه هي وثينج، وتقرر إنها تخش المخزن اللي بيروحوا من فترة للتانية. لما بتخش بتتفاجئ إن موجود فيه عدد كبير من الألواح اللي هو رسمها، وكانت عبارة عن الوحش اللي موجود في المدينة.
أول لما بتقرر إنها تخرج من المخزن بتلاقي إن إكزافير رجع تاني للمكان وشافها، وساعتها بتطلب وينزداي منه إنه عايزة تدخلها جوه عشان تشوف المكان، بس بيقول لها في وقت تاني لأن المكان جوه مش مترتب. ولما بيسألها كنت عايزاني في إيه ما بتلاقيش وينزداي سبب إنها تقولهوله غير إنها جاية عشان تقوله إنه يكون شريكها في الحفلة. طبعا إكزافير بيوافق بدون تردد، وأول لما بتعرف إند إنها هتروح الحفلة بتكون مبسوطة جدا وبتقول لها إنك تحتاجي فستان عشان تقدري تروحي بيه الحفل، وبتوديها للمكان اللي دايما بتجيب منه هدومها. بس وينزداي بترفض انها تخش المكان ده وبتقول لإند انها تقدر تروح تختار هي. لما بتسيبها وتمشي يشد انتباهها فستان معروض في محل معين، وبتوصل بعدها للمأمور وبتوري له الصور اللي خدتها من مخزن إكزافير، واللي بيبتدي يقارن ما بينها وما بين الصور اللي خدها من الكاميرا، وبتقول له ان الرسم الصورة دي واحد من المشتبهين فيهم بالقضية. بس المأمور بيرجع لها الصورة وبيقول لها لو جبتيلي دليل ملموس ممكن اقدر اوافق على اللي انت بتقوليه. وفي نفس الوقت بتكون إند في محل القهوة بتتعرف على ابن العمدة اللي بيعرض عليها انه يكون شريكها في الحفل الراقص. ولما بتروح وينزداي لصديقها ويشوف كل الصور اللي موجودة معاها بياخد باله من صورة موجود فيها عدد من الدوائر، بيقول لها انه عارف مكانها. بسرعة بياخدها لنفس المكان اللي موجود فيه الدوائر وبيكون يشبهه بالظبط، وما بتترددش وينزداي انها تخش المكان ده وتكتشف ايه اللي موجود جواه. وبتلاقي جوه عدد كبير من العظام البشرية والحيوانات، وكمان موجود على الحيطة سلاسل، وبتلاحظ ان موجود على الحيطة احد الاجزاء اللي بتشك انها من اجزاء الوحش، وبتقرر انها تاخده كدليل عشان تعترضه على المأمور. وبعدها بتروح لمخزن إكزافير، ولما بتفتش في المكان بتلاقي في باسكت الزبالة قطعة من القماش واللي غرقانة بالدم، واول لما تخبيها في شنطتها بيخش عليها إكزافير وبتبتدي تواجهه ساعتها وبتقول له انت ازاي عرفت صورة الوحش. بيعرف ساعتها إكزافير انها شاكة فيه وانه احتمال كبير يكون هو الوحش، بس بينفي الكلام ده كله وبيقول لها ان الوحش بيسكن احلامه من اسابيع كتير، والصور دي كلها من اللي بتيجي في احلامه، ولما كان بيرسم رسمة معينة طلع المخالب بتاعته من الصورة وعوره في رقبته. ساعتها بيعرف إكزافير انها مش اول مرة تخش المخزن، وانها كمان مضطرة انها تروح معاه للحفلة، وهي قالت له كده عشان تخفي اللي عملته، فبيطردها من المكان. وبسرعة بتروح للمأمور للمرة التانية وبتطلب منه انه يقارن الحمض النووي للعينتين اغلب الوحش والدم اللي لقيته في المخزن ويشوفهم متطابقين ولا لا، وده هيكون الدليل الملموس اللي المأمور طالبه. ترجع تقابل صديقها مرة تانية وتتفق انهم هيراقبوا العرين بتاع الوحش. ولما بيكون تايلر في المحل بيجيله سينج وبيسيب له رسالة من وينزداي، وبيجي الليلة اللي هيحصل فيه ميعاد الحفل، وبيبدأ كل الطلبة انهم يوصلوا للمكان. وفي نفس الوقت بتستعد وينزداي عشان تقابل صديقها ويبتدوا انهم يراقبوا عرين الوحش. واول لما بتفتح باب اوضتها بتتفاجئ ان صديقها تايلر واقف على الباب وبيقول لها ان دعوتها وصلت، وفي الحقيقة كانت الدعوة دي مش هي اللي بعتها، بيكون ثينج هو اللي بعتها، ويطلب منها انها تلتزم بدعوتها وتيجي معاه الحفلة الراقصة. وكمان بيكون سرق الفستان اللي عجبها في المحل. بسرعة بتلبس الفستان وتنزل عشان تقابل تايلر. لما بيجي صديقها على حسب الميعاد عشان يروح عرين الوحش يعتذر ليه وبتحذره انه يروح للمكان لوحده انه هيكون خطر جدا ولازم يروحوه هما الاتنين. وبعدها بتوصل وينزداي للحفلة وبيستغرب منها كل زملاتها، وده طبعا بسبب الفستان اللي لها لابساه. وقتها بيكون ابن العمدة بيدبر مقلب هو وأصدقائه إنهم يعملوها في الحفل، وفي نفس الوقت ما بيسمعش يوجين صديق وينزداي كلامها وبيروح يراقب الكهف. وبتبتدي وينزداي تبدأ احتفالها في الحفل الراقص عن طريق رقص مجموعة من الرقصات الغريبة. وبتوصل عربية غريبة لمكان الحفل بيخرج منها أصدقاء ابن العمدة وبيخرجوا منها خرطوم وبيوصلوه بمصدر مياه الحرايق. وفي نفس الوقت بيستمر يوجين انه يراقب كهف الوحش ويلاحظ ان في حد وصل للكهف ده وشافه وهو بيراقب المكان، والشخص ده كان جاي عشان يولع في الكهف. ساعتها ابتدى يوجين انه يهرب ويحاول انه يستخبى ورا شجرة من اللي موجودين في الغابة. لما بيكون كل الطلبة متجمعين في ساحة الرقص بيرفع زملات ابن العمدة الانذار بتاع الحرايق، وتبدأ المية انها تنزل من المفتحات المخصصة ليها، بس المرة دي ما بتكونش مية، بتكون كمية كبيرة من البوية الحمراء واللي غرقت كل اللي موجودين في الحفل وخلتهم لونهم احمر، وابتدوا انهم يهربوا من المكان. والشخص الوحيد اللي كان مبسوط هو وينزداي لان كان مفكراه انه دم، واتضايقت لما ضايقته وعرفت انه مجرد طلاق. ساعتها بيهجم الوحش على يوجين، وفي نفس الوقت بتيجي رؤية لوينزداي وبتعرف انه في خطر. وبعدها بيرجع ايجاكس لصديقته إند بيعتذر ليها عن اللي حصل وبيرجعوا لبعض. وبسرعة بتتحرك وينزداي للغابة عشان تنقذ يوجين، بس للأسف بيسبقها الوحش وبيقتل يوجين. لما بتوصل له وينزداي بتحاول انها تنقذه. وفي تاني يوم بتكون وينزداي بتبص لمذكرة الاعتقال بتاعت أبوها وهو صغير وهو موجود في المدرسة، لأنه كان متهم بجريمة حصلت من 32 سنة في نفس المدرسة لما كان طالب. بيوصل في نفس اليوم عيلة وينزداي للمدرسة، وده كان أول لقاء بينهم من ساعة ما سابوها.
وساعتها بتستقبل ويمز كل أولياء الأمور في اليوم ده، بتقول لهم إن زميلهم يوجين لسه بيتمثل للشفاء وعايش. وبتروح وينزداي عشان تقابل عيلتها واللي ما كانتش مبسوطة إنهم جم، وده بسبب إنهم كانوا حاطين ثينج عشان يراقبها، بس هي اكتشفت الأمر. وبتقابل والدة وينزداي مديرة المدرسة، وتبتدي إنها تعيد معاها الذكريات لما كانوا طلبة، وتبتدي كمان إنها تشتكي لهم من بنتهم وإنها الفترة الأخيرة كانت سبب في كتير من المشاكل. بتقول لهم إن هيبقى كويس جدا لو رحتوا كلكم للطبيب النفسي وعملتوا معاها جلسة عائلية، بس والدتها بترد عليها وبتقول لها إن إحنا جايين نزور وينزداي بس. وبيجي بعدها تليفون للمأمور واللي بيبلغه إن الدكتور الشرعي مات وغالبا بيكون انتحر، وبيخضع ساعتها عائلة وينزداي كلها للطبيب النفسي رغم رفضهم للموضوع. ساعتها بتقوم وينزداي وبتقول لهم إنهم بيكذبوا عليها، بتقول لهم إن والدها كان متهم في قتل الشخص ده. والدتها بتقول لها إن أبوكي بريء وإن كل التهم طلع بريء منها. وقتها بيقرروا كلهم إنهم يسيبوا العيادة، وساعتها بتلوم والدة وينزداي بنتها وبتقول لها إنك إزاي تفكري في والدك بالطريقة دي. رغم كده بتكون وينزداي مصممة إن أبوها قاتل. وبعدها بتروح وينزداي للمستشفى عشان تطمن على صديقها يوجين، وبتقابل ساعتها والدته اللي بتقول لها إنه دايما كان بيتكلم عنها. بيوصل المحقق للمستشفى للمكان اللي انتحر فيه الدكتور الطبيب الشرعي، بيفكر ساعتها إنه إزاي انتحر رغم إنه كان مرتب لرحلة يعملها هو وأسرته. وبيشوفوا ساعتها اللبانة اللي موجودة على عدسة الكاميرا واللي حطها سينج. كان الطبيب سايب رسالة قبل ما ينتحر ومكتوب فيها إنه عايز يعترف قبل ما يموت إنه زور تقرير تشريح. التقرير ده بيخص غاريت، وده الراجل اللي كان والد وينزداي متهم في قتله. وبتلاحظ ساعتها وينزداي إن والدتها رايحة لنفس القبر اللي مات فيه الشخص ده، وهو قبر غاريت. ولما بيرجعوا مرة تانية هي وعيلتها للمدرسة، بيوصل وقتها المأمور والفريق بتاعه لنفس المدرسة، وبيكون جاي عشان يقبض على والد وينزداي لأنه كان المتهم الرئيسي في قتل غاريت. وبعدها بتروح وينزداي عشان تزور والدها في السجن، وبتطلب منه يحكي لها عن كل حاجة. فبيبدأ يقول لها إن غاريت كان معجب بوالدتها. الحقيقة كانت عكس كده، هي كانت بتعطف عليه بس هو ما كانش فاهم كده، وابتدى إنه يراقبها. وقتها لما حاولوا يتصلوا بالشرطة وصل الخبر لوالد غاريت وأمه، فكانوا غضبانين جدا من اللي حصل ده. وساعتها راح لهم غاريت المدرسة وابتدى إنه يهاجم والد وينزداي وحاول إنه يقتله أكتر من مرة. وطبعا والدها عشان يدافع عن نفسه اضطر إنه يقتله. كان الشاهد على الجريمة دي مديرة المدرسة الحالية ويمز، ووقتها بتصدق وينزداي كل كلمة قالها لها أبوها. ولما بتسيب والدها بتروح للمأمور في شغله تقول له إن أبوها بريء من قتل غاريت. وبيقول لها المأمور إن نتائج الحمض النووي اللي جابتها له العينتين مش متطابقين، وكمان هو معاه الدليل إن والدها مذنب، وده كان سبب إن كل عيلة غاريت تموت، وكمان أخته الصغيرة منجتش، وده كله تم بسبب والدها. وبعدها بترجع وينزداي وبتحاول تواسي أخوها باغسلي واللي كان حزين لأن والده في السجن. وابتدت إنها تخفف حزنه بإنها جابت له أدوات الصيد القديمة اللي كانوا بيصطادوا بيها السمك. الأدوات دي إنه يرمي قنابل في البحيرة، وأول لما تفرقع بيطلع السمك على الوش. وبتأكد ليه ساعتها إن والدهم مظلوم. ولما بتسأله عن أمهم بيقول لها إنها حابة تكون في مكان لوحدها. وبتعرف ساعتها إنها موجودة في مكتبة نايت شايد واللي كانت هي عضوة فيها لما كانت صغيرة. وبتسألها إن والدها ساعتها ما قتلش فعلا غاريت، فبتقول لها لأ، وبتبتدي تحكي لها إنها ساعة لما كانوا هما الاتنين بيقتلوا بعض هي شافتهم. اضطرت وقتها إن تنقذ والدها وتاخد السيف تقتله لأن كانت شايفة نظراته الشريرة. واضطر والدها إنه ياخد السيف منها وده عشان محدش يقبض عليها ويكون هو المتهم الرئيسي في القضية. وقتها بتركز وينزداي في الكلام اللي قالته لها والدتها والنظرات الغريبة اللي كانت جاية من غاريت، عينيه اللي ما كانتش باينة إنها بشرية، وإن العلامات دي كلها مؤشر على حاجة معينة. عشان يتأكدوا بتضطر وينزداي إنها تحفر في القبر مرة تانية لمدفون بيه غاريت، بس للأسف بتوصل ليهم فرد من أفراد الشرطة وتقبض عليهم. كده تكون العيلة كلها في السجن، بس بتكون وينزداي معاه صباع غاريت إن كان باين عليه تسممه بزهرة ناتشايد، وده معناه إن هو كان بيموت قبل ما والدته تطعنه بالسكينة. ولما بتمسك وينزداي الصباع مرة تانية بتفتكر إن والده هو اللي اداله السم ده عشان يقتل كل اللي موجودين في حفلة الرقص في مدرسة نيفرمور. ساعتها السم ده اتكسر أول لما كان بيتقاتل هو ووالدها. بيروحوا بعدها لعمدة المدينة وبيشرحوا له كل التفاصيل، وفي الحقيقة إن العمدة بيكون عارف كل التفاصيل اللي قالها له دي قبل كده، بس ما كانش عايز يعترف بيها عشان منصبه، وعشان كده بيطلبوا منه إنه يوقع من عليهم كل التهم وكمان يفرجوا عن والد وينزداي وياخد اعتذار رسمي من مكتب المأمور. وبعدها بيخرج والدها فعلا من السجن وبترجع العلاقة كويسة بينه وبين المأمور اللي بيعتذر ليه عن كل اللي حصل ما بينهم. في نهاية اليوم بيبتدوا عيلتها إنهم يودعوا وينزداي
وبيسيبوها ويمشوا. وبعدها بتتحرك وينزداي لمكتب المديرة ويمز، تعرف انها هي اللي كانت بتقلد روان، انها لما كانت طالبة بتعرف انها قلدت امها في يوم من الايام. القدرة اللي بتمتلكها هي قدرة التحول لأي شخص. بتهددها انها تقول للمأمور. ساعتها بتقول لها ان والد روان عارف بكل اللي حصل وكمان بيدعمها، وده بسبب ان روان كان مجنون، دليل ان حاول يقتل وينزداي اكتر من مرة. موته هو الحل الوحيد اللي كان يقضي على كده، وهي مضطرة تعمل كده عشان تحمي الطلاب والمدرسة. بس ساعتها بيسمعوا صوت جاي من بره، واول لما بتخرج من الشرفة بتاعت المكتب بتلاحظ جملة غريبة مولعة بالنار على الأرض مكتوب ستمطر نارا. تستغرب وينزداي من المنظر ده،